ولسه لينا كلام على الراديو 90 وموضوع النهارده موضوع مهم جدا جدا. هنتكلم على اختيار زوجة الأب وزوج الأم. الموضوع يبان عادي لكن بيحصل بسببه مشاكل كتيرة جدا، ومشاكل نفسية للولاد ومشاكل نفسية للست أو للراجل. وزي ما في سلبيات موجودة في القصة دي زي ما إيجابياتها برضو كتير جدا جدا جدا، لكن لا أنا هقولها ولا إيمان هتقولها، ولكن دكتور يحيى فؤاد استشاري العلاقات الأسرية اللي منورنا النهاردة في لسه لينا كلام نفهم أكتر. نسأل بقى حضرتك كده وتجيب عنا بشكل علمي. مساءك فل. مساء الفل يا رامي. مساء الفل يا إيمان. أنا مبسوط إن أنا معاكم النهاردة. إحنا كمان والله. عايزين ايه؟ انتوا عايزين مني ايه النهارده؟ قال لك ايه بقى يا دكتور؟ قال لك ان الطبيعي، سوري يا ايمان معلش خدت منك الطلعه دي، بص برقت لي تمام. لا بس الفكره في طبيعي لما اي اتنين بيجوا يتجوزوا بيبقى فيه كده اسس واولويات ونقاط الاتنين بيبصوا فيها على بعض، يعني اللي هو ايه، على هختار زوجة المستقبل ازاي وزوج المستقبل ازاي. حلو الكلام؟ حلو. دي حاجة احنا عارفينها من تربيتنا واخلاقياتنا وعاداتنا وتقاليدنا والجو ده كله، لكن فكرة بقى زوج الام وزوجة الاب اكيد ليها معايير تانية خالص. انا معاك النهارده يحيى ست وراجل. انا اتكلم على الستات واتكلم على الرجاله. حلو. خلاص انا ماشي. دلوقتي ست اتجوزت وخلفت واتطلقت. حلو. وخلاص عديت مرحله الحزن والكآبه وتكسير البيت على العيال. حلو. خلاص وما بيصرفش وبيصرف والكلام الفاضي ده كله. خلاص بقى انا عايزه اعيش حياتي، عايزه اتجوز تاني واهدى واحس ان في استقرار في البيت. ازاي اختار زوج ليا وانا معايا كمان اولاد؟ طيب بما ان انت معاكي اولاد وحصل انفصال، المرحله بتاعه التئام الجروح دي محتاجه وقت. ليه عشان تعرفي احتياجاتك، عشان تعرفي ايه اللي ناقصك، عشان تعرفي تداوي الجروح. ما تجيبيش حد يداوي جروحك. ايوه ودي نقطة مهمة. مفيش حد هيجي يداوي جروحك، ولا في حد هيجي يتحمل مسؤولية حد. في حد اختيار شريك حياة، مش جاي اختار حد ينقذني. لان المشكلة اللي بتحصل ايه؟ ان في حد انفصل ففي جروح، فلازم اجيب حد دلوقتي يشيل معايا الشيلة. فاختياراتي بتبقى غلط دايما. ليه؟ لان انا بختار بعشوائية، بختار بأول حد أعجبت بيه، كلمتين حلوين اللي هي مش حقيقة. اللي هو ده مش حقيقي، ده مش إحساس حقيقي. فترة التعافي. فترة التعافي دي محتاجة تاخد وقتها. فترة التعافي دي مهمة قوي 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 يا أمان. طب وقتها ده اللي هو إيه يا يحيى؟ بصي العلماء قالوا من 2 ل3 سنين. من 2 ل3. ده عشان نقدر نداوي. وما تجيش النهارده، معلش، ما نجيش نداوي النهارده وانا براقب انستجرام، ما تجيش اراقب فيسبوك. اصل انا بداوي. ده ما بيتداويش على فكره. واخده بالك اللي بتسمعي، واخد بالك اللي بتسمعي. يعني ده مش تداوي. ده اي كلام. النهارده انا انفصلت، صفحه نقطه ومن اول السطر. انا محتاج اداوي جروحي، محتاج يحصل استشفاء لمشاعري. لان انا كنت في بقى مشاعر وفي حب وفي حنين وفي حزن وفي كسر وندم وكسر ووجع قلب، في خساره. انا محتاج اداوي كل ده وابقى ستيبل. هنا بقى اختار. لما هتيجي تختاري هتختاري بوعي، هتختاري شريك حياه، مش هتختاري حد ينقذك. واحد، مش هتختاري حد يجي يداوي جروحك، لان انا متداويه، انا تمام. عايزه حد يطبطب عليا. مش هتبقي محتاجه حد. انا عايزه واحد طبطبه. خدي بالك بقى، لان الاختيار هنا هو ده الاساس. الاختيار في البدايه. احنا بيحصل ايه؟ طب ايه رايك يا يحيى، معلش بدون قطع كلامك، بما ان اهم مرحله هي التشافي، طب خلينا قول لنا الاول ازاي نتشافى. طيب وبعد كده ندخل بقى ازاي اختار. طيب بصي، الاول انا محتاجه اقبل الوجع، محتاجه اقبله، محتاجه اقبل اللي بيحصل، محتاجه اقبل ان انا خسرت، في خسائر حصلت، انا محتاجه اقبلها. احس ان انا خسرت عشان ما كل السوشيال ميديا انت اللي خسرتني وانت وانا اللي كسبان. ده الدينايل بقى. ايوه ده الدينايل. انا عايز ابين ان انا على فكره ما فيش حد قوي بينفصل. في احنا الاثنين خسرنا، احنا الاثنين مكسورين. يعني خلينا نقبل الحقيقه. يعني ما هو اللي بيحصل ايه؟ مرحله الدينايل. انا جامده جدا، انا حلويت لما اتطلقت.
ايوه صح، في ايوه. خساير. بيحلووا عند على فكره. ما هو بقى يعني فاهم ازاي؟ تروح تنفخ وشها بوظه بس عنده ما انت خلاص. كنت قادره تبقي كويسه وحلوه واخده بالك من أيوة. نفسك يعني. الفكره ان انا محتاجه ابقى واخده، اقبل ان انا خسرانه. يبقى رقم واحد القبول، اقول لنفسي التقبل. كده، اتقبل انا خسرت على فكره، خلاص خلاص. انا خسران ايا كان. على فكره انا خسرت عمر، مش شرط ابقى خسرت خسائر ماديه، مش شرط. على فكره انا ممكن اكون كسبت ان انا انفصلت من شخص هو مش مرتاح، انا مش مرتاحه معاه، ماشي، وانا كسبت حياتي، كسبت نفسي بس في خسائر انا محتاج اقبلها. واحد، محتاج اقبل ان انا الفتره دي انا مش ستيبل، انا في مرحله مش هبقى ستيبل، سخن وساقع. ايوه، حاسه انا مشتاق له قوي، لا انا كرهاه قوي، لا طب هو وحشني، طب هو هيتغير، اللي هو رايح جاي ده بقى، اللي هو المشاعر اللي هي متلخبطه. انت او الست اللي بتخرج من المرحله دي بتبقى مشاعرها متلخبطه، سخن وساقع، صح، في شويه حباه وشويه كرهاه وشويه عايزاه وشويه مش عايزاه، طب نرجع، طب لا مستحيل. فبيحصل التخبط، وشويه عايزه تنتقم منه، وشويه عايزه انتقم، وشويه انا اتضحك عليا، أيوه. وشويه هو اللي عمل، وشويه عايزه اطلع الدفاتر القديمه، صح. وشويه عايزه اثبت للناس ان انا صح وهو غلط، صح. كل دي مراحل تخبط يا امان. دي مرحله مهمه جدا هنمر بيها، يبقى دي لازم نقتنع ان احنا هنمر بيها ونقبلها. هتعدي. اعدي من الحته دي خلاص. امتى بقى احس ان انا بقى في تشافي؟ الشخص ده لما يجي سيرته هو هوا بالنسبه لي. مين؟ الله يمسيه بالخير. طب عمل، الله يعزه ويسامحه ويبارك له وخلاص. يلا خد الشر وراح، يلا مش مشكله، خدت الشر وراحت، يلا لعلمك يا رامي المرحله دي ما بتجيش بسهوله، لا تاخد وقت كبير وارهاق نفسي، وعلى حسب بقى كل واحد برضه. بس هنا يعني الميزان. طول ما انت بالحلو او خدي بالك بس عشان ايه، مش بالوحش بقى، مش بالحلو بس. ايوه، لو حتى بالوحش فاكراه، فلسه في مشاعر تجاهه ناحيتك، حتى أيوة. لو كره. ما يقولك كره بيبقى حب، مش شرط، لا يعني، بس في رايحه، في حاجه جواه، في حاجه لسه جوه. امتى بقى؟ بدليل ان في ناس عدوا في حياتنا احنا مش فاكرين منهم اي حاجه على فكره، في علاقه صداقه مش فاكرين. طب يجوا اصحابك يقولوا لك تنسى واحده بواحده، او انسي راجل براجل. طب اقولها بشكل تاني، يعني اتجوزي بسرعه. يعني حضرتك يا دكتور قلت لنا على الفكره بتاعه التشافي، وان احنا بنبقى محتاجين وقت في المرحله دي عشان خاطر ايه الاختيار يبقى مظبوط، وابقى انا خلاص ايه مش محتاج، مش باخد الشخصيه دي او الزواج التاني ده تشافي. حلو. طيب الفئه اللي بتفكر سواء راجل كان او ست بان انا هتجوز تاني عند، بيجي فوق دماغه. ما هو بص يا رامي، هقول لك حاجه، انت ماشي في مركب، المركب ده انت مش لوحدك فيها. فانت لو هتتجوز عند، في خسائر. ليه؟ لان انت بتختار مش بوعي، انت بتختار زي بالظبط ايه، عارف واحد مخبوط على دماغه فمدروخ، فهو مش فاهم هو بيختار بناء على ايه، هو مش واعي بنسبة 100% ان هو بيختار خالص. فهو بيختار اللي دلوقتي، يا اما حد عشان اعاند، عشان حد يملى الفراغ في الطرف الثاني، يا اما ده، يا اما انا عايز حد دلوقتي يداوي الجرح. ايوه دلوقتي انا عايزه ابقى مبسوطه دلوقتي. أيوة. مش عايزه ابقى قاعده لوحدي. ولسه لينا كلام على هوا الراديو 90 ايمان مختار ورامي الحلواني معاك لحد الساعه 8. بنتكلم النهارده مع خبير العلاقات الاسريه يحيى فؤاد، منورنا، وبنتكلم في موضوع احنا قلنا في اول حلقه خالص يا ايمو ان هو موضوع حساس زياده عن اللزوم شويه، موضوع حياه حياه وموت وناس بتكمل بعضها ومترتب عليه حياه ناس كتير جدا جدا جدا. اختيار زوجة الاب واختيار زوج الام. اتكلمنا قبل الفاصل عن معايير التعافي او اسلوب التعافي نفسه. هو انا انا خلاص انفصلت واتطلقت وعايزه اتشافى عشان اعرف اتجوز تاني، عشان اعرف اختار صح اب بديل لولادي، اب محترم تاني يدخل البيت. ورامي بيتكلم، خدت بالي من نقطه مهمه قوي، خدوا بالكم، لان ولادنا هنتلام لو ما اخترناش صح ان احنا انفصلنا عن ابونا. صح. ولادنا هيلومونا ان في اختياراتنا كان ينفع تعيشي مع ابويا بدل ما تجيب لنا واحد هو تعبك اكتر. صح. ودي مهمه قوي.
صح. يعني اللي عاشوا المأساة دي هم دلوقتي حاسين بينا بالكلام ده. ايوه، لأن اللي هو بتتلم. يا ريتك ما كنت اتطلقتي. لو انت كنت عايزه تتطلقي عشان انت تبقي مرتاحه، فانت النهارده مش مرتاحه واتطلقتي واحنا اللي تعبانين، وبتبقى وانت كمان مجروحة، تعبانه لسه بالزياده، وبتبقى مجروحة دبل، يا لا، مجروحة من الجزء احنا الأولاني. عندنا خسائر كبيره بقى كتيرة قوي بقى، تفضل الست في مرحلة خسائر طول الوقت. فحضرتك مسؤولة عن اختياراتك، راجل او ست، لان انت هتتلام من ولادك في اختياراتك، تمام. ودي مهمة قوي قوي. طيب احنا قلنا اول ساعة بنتكلم عن التشافي، احنا طيب. بنعالجك دلوقتي، بنعالجك عشان تعرفي تختاري الزوج اللي جاي. بصي يا امان، هشرحها ببساطة قوي، مم. لان احنا ما عندناش الكونسبت بتاع العلاج النفسي. ايوه. ان احنا مش الدكاترة قد ما هو زي بالظبط واحد دراعه اتكسر، القلب اتشرخ، حصل شرخ وكسر، تمام. والنفسية اتكسرت وحاجات كتير قوي. بعد ما بيحصل اللحام بتاع الجبس، تمام، فالدكتور يقول لك ايه، في 3 شهور علاج طبيعي، 6 شهور علاج طبيعي عشان نرجع زي الاول. صح. الفترة اللي احنا بنتكلم عليها فترة الاستشفاء، زيها زي العلاج الطبيعي. انت محتاجة تشتغلي، او انت محتاج تشتغل على نفسك، محتاج متخصص يساعدك ان انا ازاي اتشافى واقدر اعدي المرحلة دي. بتاخد وقت وشوية مجهود، ومعاكي حد بيساعدك على ده. صح. مفيش حد بيعمل علاج طبيعي لنفسه يا امان، عشان صح. بس نبقى واضحين. صح. انت صح. بتروح وبنحجز عند صح. عياده، او وبنتعب وبنروح وبنستنى ميعادنا وبزحمه وكل حاجه، وبنلاقي حد بيقعدنا ساعه بيلحم بآلات. بس قبل ده كله برضو العلاج النفسي مش وصمة عار، انا مش مجنون. ايوه بس وده التفكير اللي موجود في مجتمعنا. ما هو مش مجنون، وفي نفس الوقت هو مش يعني، على فكره هي القصه كلها رامي، الموضوع مش دواء بناخده. انا مش هاخد دواء هبقى كويس. احنا فكره اتعودنا على ايه، ان انا دلوقتي تعبان فانا هاخد مسكن ارتاح. هي مش كده، هي محتاجه وقت ومحتاجه بروسيس. وعلى فكره الناس اللي عملت كده نجحت، الناس اللي عملت كده نجحت في اختياراتها. صح. نجحت واختارت صح، وعايشه النهارده السكند في العلاقه الثانيه، ولادهم مرتاحين، والزوجه مرتاحه وحاسه ان ربنا عوضها. ليه؟ لان هي اشتغلت على نفسها. لان كمان ممكن لازم اعرف ايه اللي انا غلطت فيه مع نفسي، ان انا اتطلق، المفاجاه، او ان انا اتجرح كده، فلازم المفاجاه ايه، ان بعد ما بيحصل التعافي والتشافي من الوجع ده، انت بتكوني نسخه جديده مختلفه عن القديمه. يعني خلاص القديمه دي خلصت. خلاص. التفكير بقى، التفكير بيتغير، طريقة اسلوب التفكير. انت بقيتي ناضجه عن الاول. انت مش هتعيدي خلاص. انت خدي بالك بقى من نقطه مهمه جدا. ايوه. في مرحله التعافي انت بتختاري بناء على مقارنات لو ما حصلش تعافي. صح. بمعنى لو هو كان بخيل فانت هتدوري على حد كريم، اي حاجه تانية مش مشكله، بس هو وساعتها مش هيجيلك غير البخيل. العكوسات بقى، عارفه. ايوه. حظي يا اخويا وانا عارفاه. انت بتدوري على، بصي دي دايما مهمه قوي قوي يا مان. الحته الست اللي بتطلق بسبب راجل خاين بتقع في خاين برضه. لا غير كده. بصي هقول لك حاجه، لان هي القصه هنا مهمه قوي. لما بيحصل انفصال نتيجه سبب، ايا كان السبب، بتدور على عكس السبب ده في راجل تاني. يعني هي مركزه في السبب ده بس. اي حاجه تانية بقى مش مشكله، بس مهم. انا عشان انا عندي قاع وعندي وجع والم من العلاقه في الحته دي، اذا كان مثلا ما بيقوليش كلام حلو، ايوه، فانا هدور على حد بيقول لي كلام حلو. ممكن يكون بخيل، وممكن يكون وحش، وممكن يكون قاسي، وممكن يكون صايع، وممكن يكون كل حاجه، بس قال لي كلمتين حلوين. انا عارفه ليه؟ لان انا ما كانش بيتقال لي كلام حلو. صح. فانا لو انا لو ما اتشافتش، انا هدور على المقارنات. انا هبتدي اقارن. بقى عندي نموذج سلبي انا انطلقت منه، فبقارن عليه. هو كان بيعمل وبيعمل وبيعمل، بس ده بيعمل وبيعمل عكسه تماما. لكن انا ما عرفتش نفسي انا محتاجه ايه، ودي مهمه قوي. التشافي التشافي التشافي. طيب انا ما عرفتش نفسي انا محتاجه ايه، ودي يمكن اهم حاجه بدايه المشوار، ان انا ما عرفتش محتاجه ايه، فعماله اتكعبل حفره ورا حفره ورا حفره لغايه ما بقضي عمري كله حفر، وافضل اعيط واكتئب وادخل مصحه نفسيه، لان انا في الاخر مش عارفه انا عايزه ايه، وايه اللي جارحني، وايه اللي ممكن يخلي حياتي احسن. وبصدق ان انا مجني عليا ضحيه. لسه في تفاصيل اكتر في فكره التعافي.
ولا كده خلصناها؟ ماشي. خلاص، قول. طيب التعافي هو اهم حاجه في الموضوع كله. لما هتعافى انا هعرف نفسي قوي وهبتدي افهم انا محتاج ايه. على فكره التعافي بياخدنا في حته في الاختيار الاولاني. لا التعافي لسه. لا احنا التعافي مكمل معانا في الساعه الثانيه، ده غير المعايير. احنا اتكلمنا على المعايير بتاعت الاختيار عشان بتاثر على ناس كتير. معظم الرسائل اللي جات لنا يا يحيى انا ضحيه، انا اتضحك عليا، انا كان بيضحك عليا، انا عمل فيا كذا. ففعلا حته الضحيه دي لسه هنتكلم فيها، ازاي تبعدي احساسك ان انت ضحيه. بريك يا جماعه وراجعين تاني، ومعانا يحيى فؤاد استشاري العلاقات الاسريه. اي اسئله ابعتوها لنا يلا بسرعه. ولسه لينا كلام على الراديو 90 ولسه معانا الاستاذ يحيى فؤاد استشاري العلاقات الاسريه. منورنا يا يحيى في 90. رامي ايمو ايه؟ لا الكلام كتير جدا، وموضوع فعلا بجد زي ما بيقولوا كده ايه فيري كريتيكال، حساس جدا. واتكلمنا في الساعه الاولانيه عن التعافي، وحاولنا ان احنا نلخص قدر المستطاع ونشوف الشكل الفعال. بس حضرتك قلت لنا ان لسه في جزء تاني كمان في التعافي. طيب نبتدي بحته الضحيه. يعني انا من الناس، انا مش بتكلم على ايمان، انا كست دلوقتي اللي هم بعت لنا اكبر كم من المسجز دلوقتي اللي هو الضحايا. انا كنت ضحيه راجل اناني، انا كنت ضحيه راجل خاين، حلو. انا كنت ضحيه نفسي، حلو. انا ما بعرفش اختار صح، وكل مره اقع من حفره لضحضيره. حلو. هو مين اللي اختاره؟ انا انا ومين اللي اختارها؟ اني عادي جدا. طيب احنا مش هنبكي على اللبن المسكوب. احنا خلاص خلصنا وانفصلنا. انا محتاج اقوم اقف على حيلي، هاخد شوية وقت، هبقى معتبر ان الحياة دي انتهت. وفي نقطة مهمة قوي قوي بتعطلنا. هو انا هلاقي حد يقبلني بعيالي؟ ايوه. هو انا هلاقي حد يقبلني لما كبرت؟ هو انا على فكرة اللي بيتعافى وبيتشافى بيرجع زي الاول نفسيا وافضل. يعني النسخة الأصلية الهادية الجميلة أيوة. البيضة اللي ما فيهاش أي جروح. حضرتك ما تبصيش في المراية بعد الحادثة. ادي لنفسك شوية وقت وما تحكميش أو ما تحكمش على نفسك بعد الانفصال. زي بالظبط اللي حد عمل حادثة فجاي بيبص في المراية، بص شكلي هو ده مش شكلك. بس دي حقيقة فعلا يا يحيى. يعني لما تبقى الست معاها عيلين 3 وتبقى بتفكر ان هي تتجوز، مثلا عدت في عمرها في الجوازه الاولانيه 10 سنين ولا 15 سنه، يعني مثلا هي دلوقتي ما بقاش عندها 20 سنه، بقى عندها 35 سنه، بقى عندها 40 سنه. فطبيعي جدا هتقول ايه ده، وانا ما انا كبرت ومعايا ولادي في البيت. طب مين اللي هختاره ان يبقى فعلا محترم وفي البيت وما يعمليش مشاكل وولادي يحبوه؟ عارفه يا مان، لما بيحصل التعافي بيحصل ايه؟ حاجه من الاتنين، يا بختار صح يا بتصالح في قعدتي مع نفسي وولادي. يا بختار صح يا بختار ان انا بقعد معززه مكرمه مع ولادي. طيب يعني استاذ يحيى دلوقتي الفكره اللي حضرتك بتتكلم فيها دي بتنطبق على الستات بس والرجال تمام. يعني الكلام ده ليا وليكي راجل وست. هم الاثنين اتطلقوا، فهو هيختار وهي هتختار. لا فكره اللي هو ايه كل واحد ورد فعله. هل الذكر ليه اسلوب في التعافي واتجاه تفكير؟ الاثنين واحد، بس دايما الراجل ما بيعترفش. لا مش اسهل، الراجل بيروح فجاه. انت واخده الموضوع من اول ما بدانا الحلقه الست وانا ذوقيا عشان بحترم الست سايبك تتكلم بالظبط. بس الراجل استاذ يحيى بيبص لي كل شويه بقى هنتكلم. هو بس الستات يا رامي هي اللي بتتجرح وبتاخد فتره طويله جدا وبتقعد تتخبط في الحياه. يعني اعتقد ان الراجل بيبقى اعقل بعد الطلاق عن الست خالص خالص. بس هو الفكره فين؟ ان الست بتبقى حاسه ان الشيله تقيله لان هي اللي معاها الشيله، ودي حقيقه. فهي بتحس ان هي متعلقه معاها شيله. ايوه، فهو ده اللي بيتقلها، ودي حقيقه. الراجل بيحس ان هو خفيف، خلاص فضه بقى، يلا باي باي وخلاص. والحته التانيه المهمه بقى الراجل عنده كونسبت ان انا ممكن اتجوز تاني وتالت واطلق عادي. الست لا، حاسه ان ما ينفعش اتطلق تاني، بيتحسب عليها. برافو عليكي. فبيبقى الموضوع هنا بقى حساس. داخلين في حته المجتمع، صح. والمجتمع هيقول عليا ايه؟ الراجل نظرة الناس ليا بالظبط، وغصب عننا. صح، المجتمع كده فخلاص احنا بالزبط. عايشين في المجتمع ده وعارفين تقاليده ورؤيته. فهي الاختيار تاني. انا هختار بناء على ايه؟ طيب المهم ان انا لما يحصل التعافي
انا فهمت نفسي من ضمن البروسيس بتاعت التعافي. انا فهمت انا بحب ايه، انا عايزه ايه، انا محتاجه ايه. حته ان انا ارتبط بحد دور المنقذ ده بلاش منه. يعني بلاش اللي هو ايه، حد يربي معايا العيال، حد يشيل معايا، حد عشان ده اللي هو ايه، حد عشان بلاش. يبقى رقم واحد بلاش شخصية المنقذ، بلاش المنقذ، بلاش الشخص اللي هو ظل راجل ولا ظل حيطة، بلاش الاختيارات اللي هي ايه، عشوائية، لانها بترجع تاني بتأدي لنفس النتيجة. برافو عليك، برافو عليك يا رامي. لان لو احنا خدنا نفس الاسباب هناخد نفس النتيجة، ما حصلش جديد. فهي الفكرة هنا انا بختار بناء لما بيحصل التشافي بتكوني شخص تاني خالص، بتنتقي مين اللي يسمح يخش، تسمحي لمين يخش حياتك. انت اللي بتنتقي، انت بتكوني واحد تاني خالص. لان انا شفت قبل وبعد. صح، قبل كده بتبقى انت سايب نفسك ان هما اللي يختاروك. برافو عليكي. يعني اللي هو ايه ده، انا عايزه اتجوز، فاي حد هيجي يخبط على بابي اللي هو تمام انا مرغوبه لسه. ايوه، ما صدقت رضي، انا مرغوبه لسه. يعني اقبلي بقى. البحث عن فضيحه، عريس يا ابو. ايوه بالظبط. مش هنا، مش ده اللي بيتقال فيه كده، اصبري. ايوه. طيب الجزئيه الثانيه، عشان احنا الوقت عمال يجري بينا، والتعافي ده هو اساس القصه كلها. واحنا النهارده مستمعينا بنتكلم عن معايير اختيار الزوج، الام وزوجة الاب. برضو ايه اللي انضموا لينا جديد، الاختيار، معايير الاختيار بتأثر على العائلات، بتأثر على كتير من الاولاد. لما يكون هو عنده ولاد او هي عندها ولاد، ان المعايير ايه عشان خاطر احافظ على نفسيتهم. طيب. مش بدمر. بص يا رامي، انا ما بجيبش حد عشان يربي عيالي. يعني يعني بلاش الكونسبت اللي هو ايه، انا عايز واحده ست تيجي تخدم. لا، هات لك، انا اسف يعني، هات لك واحده خدامه تخدم عيالي. بالظبط. انا عايز اتجوز انسانه اعيش معاها. هي اختياري هنا. ونقبل، هل يا ترى هتقبلي ان يبقى في ولادنا حياء؟ الام ما فيش بديل للام وما فيش بديل للاب. اكيد. يا ريت الناس كلها تعرف كده. حته ان انا ده بدل بابا، ده مستحيل. وده بدل ماما، ما فيش. ماما وبابا بابا. صح. ده جوزي. هنا بقى التعامل في الاختيار. لما انا هختار ورامي، حط 100 خط تحت. لما بيحصل التعافي والتشافي انا بختار صح. بختار على معاييري. انا فهمت نفسي في الرحله دي، انا عرفت انا عايزه ايه، انا محتاجه مين في حياتي النهارده، انا محتاجه ايه، هديله ايه وهيديني ايه. مش بختار بديل. مفيش بديل. لا. ومش بختار حد عشان ينقذني، عشان الحياه، عشان انا خلاص سن اليأس. كل الكلام ده، ودي اللي نجحت. الاختيارات الحقيقيه ان انا بختار زوج. حط 100 خط تحت كلمه زوج. انا زوج بختاره او زوجه بختارها، انا عايزه شريك حياه. هنا النجاح بقى بيحصل ايه بقى؟ بيحصل الاتنين متفاهمين على ضغوط الحياه كلها، بما فيهم عيالك. يعني هو وبما فيهم عياله. هو فاهم ظروفي وانا فاهمه ظروفه بالظبط. فشايلين الشيله مع بعض. تمام. مش عشان خاطر حد. ليه؟ لان لما عشان خاطر حد، هو انت ليه ما بتعاملش ولادك؟ انا على فكره انا متجوزك انت. ايوه، مش جاي برضو ادلع ولادك واقعد العب معاهم بلاي ستيشن. فبلاش سقف التوقعات، الاكسبكتيشن العاليه، ان انا هيجي لي واحد ده طيب. فلا، على فكره هو متجوزك انت. بالظبط. وما فيش حد اسمه اب بديل. وما ينفعش تقولي لاولادك ده بدل بابا. صح. حتى لو بابا ده وحش. صح. ما ينفعش. حتى لو بابا يعني او الاب مش موجود، متوفي مثلا. بص نفس برضو يعني خدوا بالكم بس من نقطة مهمة قوي، ان الام اللي مش متعافية بيبقى عندها غضب تجاه الاب. بص، دي نقطة مهمة قوي يا رامي. فبيحصل ايه؟ بتقعد تشيل ولاده منه. صح. بوعي او بدون وعي، بقصد او بدون قصد، هي بتبقى شايله. فبيحصل ايه؟ والله في نماذج يا يحيى يعني بيبقوا كده وهما مع بعض. يعني مثلا يعني في نفس البيت، ابوكوا عمل وابوكوا سوى وابوكوا عمل. بص المفاجاه بقى، ان بيحصل ايه وهي بتشيل العيال من ابوهم. الولاد بيكرهوا جنس الرجاله، فما بيقبلوش زوج حتى لو انت هتتجوزي ملاك. يعني ده بيجي عليا كمان في الحياة. انت هدمتي بقى الصورة الرئيسية. برافو عليك. انت هدمتي صورة الراجل في حياة ولادك. فبناتك او ولادك مش قابلين. ما انت خلاص، هو شخص سيء. هو ده بني ادم سيء. وده برضو نفس الحكاية، ان الراجل لما بيترفض، لما الست بتطلب الطلاق وتصمم عليه،
في نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، فبعد الطلاق بيبقى كل حاجه ضد الام. يعني ما يصرفش كويس عشان يضايق الست، ما يشوفش ولاده عشان هي دمها يتحرق، ما يعملش كل حاجه، فهي طبعا بالتالي ومامتكم وحشه، مامتكم مش كويسه، ومامتكم عملت وهي اللي هي سبب الطلاق، وهي ممكن اللي يروح طلبت. يتجوز هو الاول كمان. ويتجوز هو الاول العند بقى. بالظبط. فبرضه الراجل ده يعني بيطلع ولاده ايه اللي طول الوقت ضد مامتهم، والام هي اللي بتربيهم في الاخر. بصي الحياه ما بتخلصش على هنا، يعني خدي بالك بس يا امان، الحياه ما بتخلصش هنا. العيال دي بتكبر وبينظروا للاب ده نظره سيئه جدا وبياخدوا حق امهم. يعني هو اللي هيشيل الشيله برضه. طبعا احنا بنقول ده لكل الرجاله الابهات اللي بيعملوا الدور ده. يعني في بنت بعتنا عندها 16 سنه بتقول لك بابايا عامل بلوك لامي، وطول الوقت هي مامتنا اللي بتربينا، وهو راح يتجوز وخلف وعايش حياته. ما بتخلصش هنا. الفيلم ما بيخلصش هنا. ما بيخلص. لا لا لا. الفيلم لسه قدام، لان ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق. ونعم بالله. فمش هنخلص هنا. اوعى تفتكر ان انت هتتحاسب. يعني لا بص بتلف وبتجيلك، بس بتجيلك وانت بقى ايه، وانت كبير. برافو عليكي. وبناتك مش هيشوفوك ولا يقعدوا جنبك ولا يودوك. برافو عليكي. يعني وانت دلوقتي في شبابك وعفوانك وعايش اللحظه، مش هتلاقي ده لما تكبر. وكتير قوي نهايات كانت كده. نهايات كانت في دار مسنين. دار مسنين. انا عملت مره حلقه في دار مسنين يا رامي في عيد الام. كنت هقعد اقول ايه، ازاي العيال رايمين اهاليهم كده، دول عيال جحده. لكن لما تقعد بقى تشوف، لو كنت سالتي كل اب وام انت كنت بتعمل لهم ايه، سالت في واحده فيهم قالت لي انا كنت شديده شويه. يعني ايه شديده؟ يعني سبتهم فتره. تعرف ان هي اضعاف مضاعفه الاضعاف جبروت. ايوه بالظبط كده. يعني بس حاجه بسيطه. فتعالوا نسمع اغنيه جديده كده. اسمح لي يا يحيى نسمعك بقى اغنيه جديده للديفا سميرة سعيد، انسان آلي، ونرجع تاني نكمل حوارنا. ولسه مكملين ولسه لينا كلام على الراديو 90 معانا يحيى فؤاد استشاري العلاقات الأسرية، هيرد على كل أسئلتكم. النهاردة المين معانا في الحلقة، ازاي اختار زوج يعني زوج بيسموها كده بالبلدي جوز أم ومرات أب. طيب ماشي بالبلدي كده بقى. طيب احنا معانا التليفون، اول تليفون في حلقتنا النهارده، وهند. مساء الفل عليك يا هند. مساء الفل عليك يا رامي. ازيك يا ايمان؟ ازيك يا هند، عامله ايه يا روحي؟ زي الفل الحمد لله. قولي يا هند. بصوا، المفروض ان انا كنت انفصلت عن ابو ولادي من حوالي 2 سنين، وجبت لهم جوز ام. جوزي صراحه بيعملهم كويس جدا، وانا يعني انا ما فيش تعامل بيني وبين ولاده قوي، ولكن عمري ما قسيته على ولاده ولا قلت له لا ولادك لا، او ما تعملهمش او ما تدهمش، لان اكيد زي ما هتعامل زي ما هقول على ولاده هيتقال على ولادي، وهو صراحه بيتعامل مع ولادي كويس جدا. تمام. طب سؤالك هنا ايه اللي يحيى؟ سؤالي دلوقتي هو انا عندي بنوتي صغيره 8 سنين، مش متقبله ان ازاي في حد جه خد ماما مع انه بيتعامل معاها كويس جدا. طيب مساء الخير، ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله زي الفل. بصي ما تجبرهاش. السن ده هي غيرانه عليكي طول الوقت. السن ده هي متابعاكي طول الوقت وعايزه تحس ان انت ليها، وممكن تكون زعلانه منه لان حاسه ان هي بياخدك منها. تمام. وده طبيعي، شعور طبيعي جدا، لان البنت في الوقت ده هي بتبقى محتاجه الام طول الوقت جنبها ومحتاجه اهتمام. انت دورك تعملي ايه؟ انت دورك ما تجبرهاش ان هي تحبه، وما تجبرهاش ان هي تتعامل معاه. ما ينفعش مثلا تقلب وشها لا 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 كده عيب وما ينفعش. كل المواقف بقى هي اللي تحدد، والبنت تروح لوحدها. البنت مع الوقت يعني بصي خدي بالك، الطفل بيبقى عايز يعمل ايه؟ بيبقى عنده في اللاواعي محاولة بفك العلاقة دي. صح كده. هي مش واخده بالها. خدي بالك، هي مش عايزه تخرب بيتك، لان اوقات كتير احنا بنترجمها انت عايزه تخربي البيت. هي مش قصدها كده. أيوة. بس هي الفكره فين؟ انا عايزه اللي بياخد امي مني ما يكونش موجود. بالظبط. حضرتك هو ده فعلا يا دكتور احساسها. يعني هي رغم ان هو ساعات كتير بيقعد يتكلم معاها، ولكن هي فجاه تتحول، لا ماما ابعد عن ماما، ما تتكلمش مع ماما، حتى لو شديت انا وهو مع بعض انت عايز ايه من ماما؟ ابعد عنها، مالكش دعوه بيها. حلو قوي قوي اللي انت قلتيه دي. ارجوكي اوعي تبيني المشاكل قدامها. ليه؟ لان هي في وقت من الاوقات هتكرهه بسببك. هي ما بتفهمش ان ده شكل او ده مشاكل.
بتخاف تتخض وبتتخض على امها بالظبط، وهتبتدي تقوم بينك وبينه عشان بس تبقي يعني ايه ايوه تبقي حصل متأهبة، كده فعلا. حصل. ايوه تبقي مستعدة يعني. هتيجي خدتي الروشتة يا هند ونورتيني وربنا يحفظك في حياتك. مساء الفل عليكم كلكم. شكرا الفل، شكرا يا هند. نورتيني. هي فعلا الام بتبقى شايله بتبقى شايله هم بنتها اللي لازم تحب جوزها ولازم تتعامل معاه كويس. بيبقى عليها ضغط كبير قوي يا امان. ايوه طبعا قوي. ضغط، عايزه ترضي الولاد وترضي نفسها وترضي المجتمع وتغيظ الاولاني. الله ده مهم جدا يعني ماشي. يعني ماشي. مرات الاب بقى يا يحيى، مرات الاب بيبقى في عصابه لو هو عنده ولاد. شفتوا فيلم موضوع عائلي؟ مسلسل سوري موضوع عائلي، دينا الشربيني وشريف سلامه ناقش القصه دي بحذافيرها. الفكره بتاعت العصابه اللي بتكتمل دي من ناحيه ولاد الاب تحديدا، بتحس ان هو ايه في الشر الاعظم جاي من ناحيتهم. يتم احتوائهم ازاي؟ بص هرجع تاني اقول لك، لان دي بقى مامته مش موجوده فانت اللي واخده بابا. الفكره هنا برضو لما بيحصل صدقني 80-90% بدون مبالغه، لما بيحصل التشافي ما بيحصلش اللخبطه دي. ليه؟ لان خلاص احنا ادينا وقت، الموضوع اتنسى، كل واحد اتنسى. يعني انا كزوجه او طليقه انا نسيت. انا بتكلم على الابناء نفسهم، الابناء فكره مرات بابا. الفكره هنا بقى رامي في حاجه، ما هو بص احنا مش هناخد كل حاجه. يعني هيجي وقت علينا احنا مش هناخد كل حاجه، صح. وهنكبر وهنتلهي في حياتنا هي بص يعني ايه انا دايما وانا لما بيبقى عندي الحاجه ديت في قائمه كده ارباح وخسائر، ورقه وقلم. انا لو اتجوزت هكسب ايه وهخسر ايه. انا ممكن اكون كسبت نفسي وارتحت بس خسرت ولادي، بس ممكن اكون خسرت جزء من ولادي، مش ولادي مش هخسر ولادي بس هخسر ايه، ان هم ما بقوش قريبين مني قوي. اوكي هيكبروا هيفهموا هنرجع لبعض. في ناس بتحسبها كده وفي حد يقول لك لا انا بص انا مش مشكله، انا الشمعة اللي تحترق، انا ما عنديش مشكله، اهم حاجه ولادي. الفكره رامي هنا ان انا مش هجبر، لان في ابهات بيتعاملوا مع اولادهم حبوها وازود لك في المصروف او هحرمك من المصروف لو ما عملتش مراتب شغل مقايضه بقى. ايوه ودول الرجاله غالبا هي اللي بتعمل كده. بلاش تلعب اللعبه دي. ليه؟ لان هيبقى في انتقام. يعني خد بالك بس الاجبار مع الولاد في العلاقات دي هيبقى بينتقم، هيسمع اللي انت بتقولك عليه بس في اول مطب هيبيعك، صح، هياخد حقه تالت ومتلت، صح. ولان هو شايف ان خد بالك في نقطة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها ولازم نحترمها، ان الابناء بيعتبروا ابوهم ده ملكهم هم. بالظبط. انت جديد علينا. بالظبط. والعكس. والام انت مش جديده، انت دخيله علينا. انت دخيله علينا. انت مش من حقك. ده حق امنا. وبيغيروا لما يلاقوا الاب بيصرف عليها وبيديها فلوس. ما كل دي شعور، بيحسوا ان دي حاجاتهم هم. يعني كل مشروع مشروع لو انت صلحت صح وبنيت اساس صح صدقني ما بيحصلش. طب ليه الراجل دايما يا يحيى لما بيتجوز غير الست؟ لما بيتجوز الجوازه التانية بيبقى مش عايز بقى فشل خالص قدام الناس، ولو الست دي طلبت ايه، يعني ساعات بتطلب منه يقطع عياله بيقطعهم، اعمل بلوك لام ولادك، اعمل بلوك. بيبقى عايز قدام المجتمع لا انا مش فاشل، انا تمام ومش مهم بقى خلاص، يعني دي حياتي الجديده. طيب خلينا نتفق على حاجه مهمه قوي ونصحح المعلومات للمجتمع. الانفصال والطلاق مش فشل. يعني مش لازم اكون فاشل عشان طلقت. على فكره بيتجوزوا، كل واحد بيتجوز ويعيشوا حياتهم حياة جميلة جدا. فهو الانفصال هنا نهاية حياة، يعني في حياة نهاية مرحلة بس. خلينا نقبل ان دي نهاية مرحلة لان ده حاجة مشروعة. فحصل انفصال او حصل طلاق احنا قابلين ده. فهو مش لازم اشاور عليك على فكرة دي مطلقة على فكرة ممكن ما يبقاش ليها ذنب، او الراجل نفس الكلام. ولسه خلاص يعني مش لسه بقى لنا كلامنا خلاص بيخلص، هو كلها دقيقتين بس. اهم حاجه النهارده احنا كنا بنتكلم عن معايير اختيار زوج الام وزوجة الاب. قبل ما نختم عايزين صفات لازم تكون موجوده في الطرفين، زوج الام وزوجة الاب، علشان يبقى التأثير ايجابي على الابناء سواء من هنا او من هنا. في دقيقه يا يحيى. طيب اول حاجه يكون سوي نفسيا، وده بيتعرف. لو انا سوي، لو انا اللي هختار سوي، انا هختار حد سوي.